هي بقى كده يعني. ماشي. النهارده عندنا مسلسل اسمه كوبرا بتاع النجم محمد امام. عشان ابويا حلاق. يلا بينا نبدا. ماشي يا اخويا. هو في ايه بقى؟ ايه 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 هي كده يعني. ايه 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 خلاص اوكي. النهارده بقى الحلقه غريبه تعالى بقى نخش جوه. دي عن مسلسل كوبرا بتاع محمد امام. الصوت ده جبني. يا ريت مسلسل كوبرا ما يبقاش اقل من المسلسل اللي فات. تعالى نخش كده سريعا بس كده وبعد كده اقول لكم القصه. انا مش عارف ايه اللي جاي، مش عارف رايح على فين. هو غالبا المسلسلات كلها بادئه ان هو واحد فقير وبعد كده هيكبر يبقى غني ومش عارف هو رايح على فين وبتاع. انا محمد امام بحب تمثيله. المواقف اللي هي بتحصل او التاليف نفسه الكتابه بتبدا كده كلها. يجيبوا لك واحد فقير ماله بلاك عشان ابويا حلاق. بعد كده حصل له عقبات. العقبات دي حولته من شخص لشخص فبقى شخص ناجح جدا وبقى في 30 حلقه في 30 يوم في رمضان تلاقي معاه عربيات وفراري ولامبورجيني وحاجات كده خياليه. انا استقبلت ورحبت بيه فقام سالني. من وانا صغير نفسي احط ايدي على واحد اقرع يعني. والله كان في واحد قاعد قدامي قبل كده في عربيه فكان نفسي المسها بس مش عارف كان احساسي موديني ساعتها في ايه او في ايه يا فندم؟ شايف البيت اللي هناك دون؟ هترتاح فيه. واضح بقى كده من التتر اللي راح وسافر حتت بعيده عن مكانه والحته دي فيها عفاريت وفيها مغامره بقى ويحصل هناك بقى شويه مغامرات وبتاع. وهنمشي اتنين هنعوم مع التماسيح ومش عارف تصدعونا هي ناس تفهمنا غلط. انا اصلا مش مرتاح لك انت اساسا. كده ولا كده المنطقه مسكونه. انا معرفش في ايه. هم لهم كذا سنه شغالين على حته العفاريت. انا مش فاهم يعني. المداح عمل جزء تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر وهيكمل زي الكبير قوي. ومحمد امام بدا ياخد حته برضو ايه حته العفاريت والجن ومش عارف ايه. الصوت ده جبني. العفاريت بتتنطط طنطين. انا بدات اخاف والله. انت مش شايف مين؟ دجل وشعوذ على كيف يعني شمع الفتله. مش عارف. انا حاسس ان هي حاجات تقليديه يعني. قول لي مولانا طلباتك ايه؟ اوكي. محمد امام ليه ستايله في الكوميديا غير ابوه خالص. أنا عليا جن عمره 7000 سنة. كنت عرفتي عمره ازاي؟ وهو بيجي كل خميس. بيجي كل خميس يعمل ايه لا مؤاخذه؟ لا صياعه. لا منتج يا بابلو. منتج يا بابلو بعد اذن. لو ما بقتش مولانا هيدوروا على حد غيرك يبقى مولانا. واضح كده ان الموضوع رايح عن السحر والشعوذه والكلام اللي هو القصص ديت. لا انا ما اسمحلكش. بس انا حاسس ان القصه متعاده من حاجه ولا بتاع مش يعني حاسس بكده يعني. وعفاريت وقصص. انا حاسس الموضوع تقليدي شويه بس كده كده عامه هنشوف. تدور احداث المسلسل في اطار الدراما الشعبيه وصاحب ورشه اصلاح السيارات يواجه عقبات ومغامرات بقى ويتعرض لمواقف غريبه توديه بقى في صراع بين الخير والشر. انا بقول لكم الموضوع هيبقى فيه فقر وهيبقى فيه غنى وحاجات شبه كده وبعد كده الموضوع هيبقى فقير وهيتطور بعد كده يبقى غني وهيبقى قدامه الخير وفلوس قليله وقدامه الشر وفيها فلوس كتير فهو هيقعد يقارن وحاجات شبه كده بقى وهنا يحصل الصراع الدرامي الشعبي المصري التقليدي يعني. هنمشي اتنين هنعوم مع التماسيح ومش عارف تصدعونا هي ناس تفهمنا غلط. ويبقى النهارده كده خلصنا حلقتنا ما تنسوش جرس وسبسكرايب ولو رنيت الجرس انا هفتح لك ما تقلقش. ما تنسوش بقى اللايك وكومنت ولو في اي تعديل او اي حاجه تقولوا لي في اي حاجه. انا طلعت عملت نبذه سريعه كده عن المسلسل ولسه لما المسلسلات تنزل مسلسلات رمضان هنتكلم بقى مع بعض في حاجات كتير قوي وتفاصيل كتير قوي بس احنا ايه بنمسك التترات بس كده ايه نشوفها بالتفاصيل كده سريعا مع بعض. اوكي يلا سلام عليكم.